بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم متع أحبتي بدنيا والدين، وأبسط لهم الرزق باليمين، وأكفهم شر الأعداء والحاسدين، وحبب فيهم خير العالمين. سلام مسغات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم راح ندير معكم كيكة ب3 بيضات سهلة وتجي ما شاء الله مثقبة من الداخل. نبدأ على بركة الله. عندنا 3 بيضات نحطوهم في حرارة تاعهم حرارة الغرفة. عندنا 200 غرام تاع سكر كريستاليزي، ومعاهم ملعقة كبيرة تاع لافاني ولا ساشي فاني. رايحة نخلطهم مليح بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم تاعو ويتغير اللون تاعو من الأصفر إلى الأبيض. بعدها رايحة نزيد هنا، هذه هي لاستوس اللي راح تخرج لكم الكيك تاعكم محمر ويجي هايل. مغرف تاع عسل، ونزيد معاها 200 مليلتر حليب يكون حسب حرارة الغرفة. نخلط المزيج كامل ونزيد 200 مليلتر تاع زيت، لكن الزيت رايحة درك نضيفه تدريجيا. بيان سور بالخلط المتكرر. بعدها راح نزيد رشة تاع ملح، ما ننساوهاش باش ما يجيناش الكيك تاعنا سامج ولا حلو بزاف. نكسروه بهذاك الحلاوه هذيك، نكسروها بهذيك الرشه تاع الملح. عندنا هنايا 400 غرام فرينه، ولازم تكون مغربله. ونزيدو ساشي لا ليفور 20 غرام. رايحه هنايا نستعمل لا سباتول باش ما تهبطلناش الكثافه تاع الكيكه تاعنا. رايحه نخلطها من الاسفل للاعلى، وما نخليش لازم لا فارين تاعنا تتكدس لتحت او تترسب لتحت. زدت الكميه اللي بقات لي تاع الفرينه حتى تدخل لنا المكونات كامل في هذيك الفرينه. بعدها رايحه نجيب المول تاعي تاع الكيك، وراح ندهنه غير بطرف زبده ونرش عليه الفرينه. ومع العلم انه الفور لازم يكون شاعل من قبل على درجه الحراره 160 درجه مئويه او 180 درجه مئويه. راح نفرسي الخليط تاعي كامل في المول. وهذا الكيك هذا نفسه اللي راهو يتباع في المحلات، وكما قلت لكم لاستيوس تاعو هي الملعقه تاع العسل المضافه في الخليط. وهنايا هذاك اللي نلقاوه من في الوسط محلول راح نديروه بالموس. نحاولوا الطريقه كما راكم تشوفوا فيها في الفيديو. دوك نعاودها، راني نحي في لي بولدير باش ما يبقاوش فيه، وراني عاود الطريقه. نروح ونجيب الموس في النص باش تجينا الفتحه هذيك في النص. نحطها في الفور، كنا في 160 درجه مئويه. عندما طابنا شوفوا جا هايل وحميمر، شوفوا ما شاء الله جا ولا اروع. وها هو كي الخط اللي درناه بالموس.
جا ولا أروع. راح نديموليوه في اون اسيات ولا في ان بلاطو. بعد ما ديموليناه فاسيلمون يديمولا. شوف جا هايل، حتى ليبيسيغ تاعو ما شاء الله. هذا 3 بيضات فقط. في الواجهه تاعو الفوق كاين اللي يديروا العسل، انا هنايا درت له المعجون من الفوق. وتقدروا حتى تنبيبيوه بالسيرو ولا، هذا شيء اختياري. جا ما شاء الله. هنا نقص معاكم باش تشوفوه لداخل كيفاه جا مثقب اسفنجي. وانا هنايا تعمدت نقصها. هو في الحقيقه لازم تخليوه حتى يبرد باش تقصوه، باش ما يتفتت لكمش. انا هنا لازم المونتاج والتصوير لازمني نقص معكم وتشوفوه. جا ما شاء الله وهشيش، يذوب في الفم. كيما راكم تلاحظوا. شوفوا جا ما شاء الله. ديروا حتى قوتي لولادكم تتقهواو به العشيه. شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوه وتعطيوني رايكم. ما تنسوش البنات اللايك و ان بتي كومونتير محفز. في امان الله. سلام.